لا معين لازم نسكت خالص عشان نعرف نسمع. عايز صوتك يعني. هنفترض دلوقتي ان واحد قبل صح انا فاضي انا فاضي عشان صح كام لان هم دول مش على الارض السياسيه. هنفترض ان في واحد بيقول لي دلوقتي من حق الراجل ان هو يكون مساوي للمرأة في الميراث لان ده عدل يعني ده راجل وده الاثنين زي بعض. هو شايف كده دي وجهة نظر، انا شايف وجهة نظر ثانيه. مش معقول ان هو يجي اجي انا اعبر عن وجهة نظري ديت طب انا كده بدخل في حاجات بعض. انا هنا عندي وجهة نظر عشان على المرأة السياسيه اجرائيه معينه. فنربط الخط مرجعات خصوصية ومرجعات فكرية بتعامل من خلالها السياسية زي الإسلام الإسلامي من الناحية دي حلوة. الإسلامي في حاجة مختلفة عن اللي هو قاله هي معنى تاني من غير تقصد عني ولا تقصد مني؟ الأصل عنك. طب احنا علينا نتعرف عليك. الإسلامي والإسلامي دي تشمل جوانب ومسارات مختلفة. جزء منها الثقافي طبعا جزء منها السياسي جزء منها الحضاري جزء منها السياسي. الو سمير باين على مش باين مسلمة او هنا او العنوان اللي هو التصنيف اللي هو التصنيف ده اللي هو متصور نوع السياسي ده بيعبر عنه قال له معنى غير اللي هم قالوه بالنسبه لي شخصي اولا انا عايز هو انا بالنسبه لي كلمه اسلام دي معناها ان اللحظه اللي روسيا تتفق مع ايران في الصنع هي نفس اللحظه اللي النظام الاجتماعي بيتفق فيها مع ده طيب هو اثار المراجعات الدائمه هي فكره انا موضوعي الشخصي فكره الاسلاميين كانت نوع من كان ابعد من المسلمين هم اسلاميين هم اسلاما. فانا بعيد فتره بعد كده انا مش علاقتي الربانيه بربنا ما تختلفش عن حد من اي حد من اللي هم بخصوص ان هم اسلاميين. فمش شايف فرق ان انا ما بيني وما بين حد غير ان انا كنت منتمي لتيار سياسي معروف عن نشاطه او خلفيته مرجعيته الفكريه ان هي الاسلام. لكن انا كنت منتمي لتيار سياسي اسمه الاخوان المسلمين وانا مبسوط. التيار ده بيعبر عن هويه الامه بشكل عام بما فيها ما هو ديني واجتماعي وثقافي تقديري انا الشخصي ولا زال يعبر ان كان في اختلاف مع شكل العمل السياسي. فانا شايف ان الحرص على فكره ان احنا اسلاميين ده نوع من الاسلاميين. انا شايف ان انت تكون في حد اسلامي وعلاقته بربنا افضل مني مثلا تكون دي مرتبته اعلى شويه. حاولت ادور بس انا ما لقيتش وقت. كيف استخدمنا فكره الحركات الاسلاميه انا ما لقيتش وقت وما اعرفش يمكن ابراهيم راجل باحث وراجل يعني هو المرجعيه البحثيه بتاعتنا فيمكن هو يعرف حاجه زي كده. هرجع لكل احنا بنسال دلوقتي كلمه اسلامي احنا بنعبر عنه ولا ده تصنيف يعني وصف تعريف؟ هو تعريف يعني صراحه ما فيش اي كلمه واي ما فيش اي شخص هيلاقي كلمه واحده تعبر عنه. يمكن كنت انا جاي افتكر وافكر انه كيفيه التعريف ولو رجعنا حتى للتراث المسلمين تراث علماء المسلمين هنلاقي كل واحد منهم كان بيعرف نفسه بمجموعه تعريفات كده ورا بعض بيحط اسمه واسم العيله واسم مثلا المهنه بتاعته والمدرسه اللي اتعلم فيها والطريقه الصوفيه اللي بينتمي لها والمدرسه والمذهب اللي بينتمي له الى اخره. وانا متصور انه لو كانوا كثير من العلماء دول لو كانوا عايشين في الوقت اللي احنا فيه كانوا هيضاف سلسله التعريفات الكثيره دي اللي هي مثلا الشافعي الاشعري الازهري النقشبندي كان هيضاف فيها توجه سياسي. فتلاقي واحد منهم بيكتب شويه وفي الاخر يقول لك الاشتراكي او يعني غالبا ما كانش يبقى فيه غير الاشتراكي عشان انا حاسس دي مثلا بس عايز اقول انه مفيش حد هيلاقي كلمه واحده بتعبر عن الانتماءات كلها. يمكن تمييز الكلمه دي كان في وقت معين بسبب لما بندخل في سياسات الهويه بتبقى كل واحد بيدور على اكثر ما يمثل الهويه بالنسبه له اللي هي نقطه الانطلاقه الرئيسيه. ففي لحظات القمع يظهر قوي مفاهيم من النوع ده يعني بس مفيش مفهوم كده تقول بيعبر. اظن الكلام ده ينطبق علينا كلنا. طيب الاسئله اللي جايه من كده يعني اختاروا عايزين
تجاوبوا عليها ولا لا؟ أنا هجاوب عليها. هي مصر الإسلامية؟ نفس الكلام اللي قاله إبراهيم. هي مصر جزء مكون أساسي منها المجال الديني، والأغلبية منه مسلمة، وأيضا جزء مهم جدا هو المسيحيين. يعني ممكن المسيحيين مثلا أعمل لهم مثل، يعني في أيضا من المسيحيين من هم لديهم اهتمام أكثر باستخدام الدين في أعمالهم الحياتية. فما ينفعش أقول إن مصر إسلامية أو مصر مسيحية. مصر مصرية. مصرية مصر جزء منها أصيل باعتباره كثرة عددية. ده طيب. باعتبارها كثرة عددية، باعتبارها جزء من التركيبة، يعني تركيب راس الثقافي. ممكن واحد تاني علماني ما يفهموش ان هو كمعتقد ديني لازم يعتقد، لكن هو مؤمن بالسلوك الحضاري اللي في الاسلام، فهو بيدرس تقديري لو بالمصطلح المصطلح هو لما نعوز نعبر عن الاستحسان علشان موضوع الصوت ممكن نعمل كده. كتير بيعملوا في حالات لو واحد بس بيعمل عندي مشكلة في وصف الإسلام إن هو دين. يعني أنا كأحد الإسلامي أنا أقول إن نظري للإسلام إن هو مش دين. هو فكرة دين ككلمة مترجمة عن اللغة الإنجليزية إن هي مجموعة من العقائد والشعائر والكلام ده كله. أنا بالنسبة لي الإسلام هي ممثل دين. الإسلام ممثل نظام ومنهج حياة كامل متكامل بيشمل فيه كل حاجة. بيشمل كل حاجة بداية من وقت إن أنا هدخل فيه إن عشان أنام أو عشان أنام أو عشان أعمل أي حاجة في حياتي. ده بالنسبة لي متعلقة بالإسلام. والتعريف ده يبقى مصر إسلامية ولا لسه مش إسلامية ولا نص نص؟ ده إجابة على السؤال اللي سمعان برضه قالوا إن هو أنا مش عارف إمتى كان مصطلح كلمة إسلامية ظهرت. أنا أعتقد إن أنا عارفة إمتى كلمة إسلام ظهرت. كلمة إسلام ظهرت أيام زمان، أيام الرسول، أيام العهد اللي كان فيه الخلافة والكلام ده كله. بالنسبة لهم الإسلام ما كانش دين عشان تقول لي أنت إسلامية ولا مش إسلامية. أنا أصلا ما بحبش كلمة إسلامي. كلمة إسلام دي أنا من وجهة نظري إن كل مسلم هو بالضرورة يكون إسلامي. ففكرة إن أنا أفرق بين إن أنا مسلم أو إسلامي أو الكلام ده كله ممكن يبقى أكون مسلم وليا وجهة نظر ثانية، لكن بالضرورة أنا شايفة من كلمة الإسلام إن أي مسلم لازم يكون إسلامي من حياته في كل حاجة. إمتى بدأ إن إحنا نقول كلمة إسلام دي؟ لما بدأ يحصل فصل بين الدين كدين عقائد وشعائر، إن هو يتحط في المسجد بس أو يتحط يفطر في حيز معين وتبدأ الممارسات السياسية منفصلة عن الدين. ده بدأ تقريبا بعد فترة. أنا شكرا بسأل السؤال ده ليه؟ طبعا نجم طبعا كل الشباب اللي استخدمت صبحي صالح. بعيدا عن الخلاف المحتد جدا معاه، يبدو انه بيعبر عن فكره، او انا ده اللي انا فهمته، انه مصر ما هياش اسلاميه بما فيه الكفايه ومحتاجه جماعه تنقذ اسلاميتها. فانا بسالكم هي مصر اسلاميه دلوقتي ولا احنا محتاجين ننتظم في عمل علشان حاجه تقطيعيه مدام معلش عشان هو حد لا انا مش قصدي، انا بقول انا جالي هذا الانطباع من السجال ده، واخد بالك؟ فانا عشان كده بس انا مجرد بوضح السؤال بتاعي. انا مش عارف يعني ما انا هسمع عليك، مش لازم نحطه في الموضوع. انا هنا تقديم السؤال الاولاني ان انا لا، اسلامي هي توصيف مش تمييز، وده مش معناه ان يبقى في اسلامي او اسلام حد. النقطه في السؤال بتقول الحقيقه ده سؤال تريكي جدا، انا معترض على الاجابه عليه، لان زي بالظبط ما نسال عليه هو ذكر ولا في جنوب افريقيا ولا شغال في الاي تي مثلا، هو مين قال ان هم مسلمين؟ فكل مصر اسلاميه، مصر عربيه، مصر افريقيه. انا مش بتكلم مصر اسلاميه فقط، انا بسال هل هي اسلاميه شايفه الحياه بتاعته؟ انت ما تقدرش تطلع ده كده بقى
طبعا شغل ان فكره مصر الاسلاميه دي معناها ان انت حاططني في مربع اسلاميه ولا عكس اسلاميه، طب ساعتها هتبقى كفرانيه مثلا؟ لا مش ده المقصود اكيد. لا الاسلام بالنسبه لنا مرجعيه حضاريه وثقافيه للبلد، في نفس الوقت لا ينفي عنها عروبتها ولا ينفي عنها استقلاليتها. اخر نقطه في البدايه انا كنت منتظر في الاول برضه ان انت في فرصه مش عارف ده هتعمله ولا لا، ان كان هو في نفس الوقت يعني ايه كلمه انا بس احس السؤال ده قريب من يعني كنا بنتكلم على حاجه اسلاميه هفترض انها بتنبع من الدين مباشره، فاحنا عندنا كلام عن وده مخطط كتير زي فكره الحضاره الاسلاميه ومصر الاسلاميه ولا لا، وبعدين دلوقتي كمان الناس بتعرض اللحاف الاسلامي. انا بتكلم بجد فعلا احنا في مستوى من محاوله ربط كل حاجه الحقيقه انه ما فيش حاجه اسمها حضاره اسلاميه، في حاجه اسمها حضاره مسلمين، حضاره كان اغلب القائمين عليها مسلمين. مفيش حاجه اسمها مصر الاسلاميه، مصر بلد ذات اغلبيه سكان مسلمين، وبالتالي ده بيشكل بشكل ما انطباعاتها تصوراتها الحضاريه، بيشكل رؤيتها الكليه، بيشكل يعني التنوع. لما بقول الاسلاميه بفترض ان هناك نموذج يجب ان نسير عليه. الحقيقه ان احنا كل ما هناك مجموعه من القواعد في التصورات الحضاريه والاطر العامه هي اللي بتحكم مصر باعتبار انه اغلب سكانها حدث انهم مسلمين. جميل. طيب انا هرجع للكل بتاعتك وعاوز حاجه. المشكله عندنا وصيات النص عند الطب تعال عايز تتكلم على يعني انا في الجامعه انا واحد سياسي اسلامي بتكلم على فكره ان احنا اسلاميين في مقابل ايه؟ يعني في مقابل حاجه واحده هو ده العدو اللي هو واضح من البدايه. النظام الثابت واحد بيجي على هواه يختار اللي هو عايزه، فانا شايف ان ده ما ينفعش. بالتالي لكن بمجرد ما يحصل انقسام ديمقراطي، مجرد ان الناس اللي هي بتحصل انتخابات والناس تحكم والامور تمشي بشكل طبيعي، الطبيعي ان كل اللي انا كنت مأسف عليه فكري هو ان في شخص ما بيعزز في الاسلام وبيعمل مش عارف ايه، انا شايف ان ده مش اسلامي. يعني انا شايف ان هذا ما يحدث مش اسلامي. مجرد ما ده ما يظهر ويتفكك ضد نظام ديمقراطي، طبعا احنا بنتكلم على اشياء اخرى كمان وعلى مفاهيم اخرى مختلفه. ما بين حتى فروع مثلا زي وقت انا دلوقتي ما اجي اقول انا اسلامي طب ما الوسط الاسلامي والنقد الاسلامي ومش عارف هنا الامور بتبقى مختلفه. حتى التيارات السياسيه اللي بتتكلم على من داخل تيارات ثانيه زي البرادعي او حاجه او مهمات ثانيه مش عارف يعني حتى حاجات المفاهيم اللي كانت متصوره مش هتبقى قايمه من ضمن ممكن ثانية عشان نقطة ثانية، هل في أي مجال للناس يتكلموا أكتر السياسة دي بره ولا لأ؟ في مجال قربوا شوية واحد على الأرض والسياسي وحاولوا يتحدث واحد هو نعمل ايوه اسمع وش حاول بس تساعدكم من كل الناس اللي بره يعني هنا دقيقتين مستقطع نحاول نشيل الكراسي والناس بس لو عنا أرض حاول نمسك الكراسي دلوقتي ثم قرب الكراسي منه على الأرض قربوا كله هنا يعني له علاقة بالإخوان بشكل بس بقى من الشخصية يعني انت عرفت انك اسلامي قررت انك اسلامي عرفت الناس ازاي بشكل مختصر جدا فذلك كلمة كنت لا كنت تنظيم الاسواق ولا زلت مدرسة يعني احنا السمعية عشان في ناس بتتكلم كتير جدا مش عشان تصور علاء ما في مايك لازم طب علاء ما تتحركش في النص وتخلوا الناس تاخد الحته اللي ورا دي. اسكتوا بس وحاضر هنعلي صوتي بعد كده مش عاملها
عاوزين اي حاجه غير مناسبه خلاص كفايه جدا الاقتراحات كفايه جدا التعليقات لا علي حسك يا منى. طيب انا بقول انا كنت في تنظيم الاخوان وخرجت من تنظيم واصبحت في مدرسه الاخوان الاكثر والارحب ساعه من التنظيم اللي ممكن كانوا تنظيم زي ضيق ما مش عشان هم فيهم حاجه كل التنظيمات ضيقه بلا استثناء. طب انا شايف ان انا اكون اكثر استقلالا عن التنظيم لكن انا ابن هذه المدرسه اللي مؤثره فكري. عرفت ان انا اسلامي ومش اسلامي مفيش فيا شيء اتغير ما اتغيرش فيها شيء. انا بقول بغير المصطلحات بقول المصطلحات فكره الاسلاميه انا شايفها تمييزيه عن الاخلاق انا اتولدت في بيتي جنب بيت فيه الاخوان المسلمين فاتولدت دخلت الجامع بقيت اخوان مسلمين وانا عايز صغير. وخرجت الى رحاب المدرسه من داخل الجماعه ازاي؟ في 2008 قررت ان انا اكون اكثر استقلالا ان انا صحفي ماشي. انا كنت عضو شاب من شباب الاخوان وكادر اخواني كنت بمارس عمل تنظيمي جوه الاخوان شيء يشرفني ويشرف الاخوان نفسه ما كانش عمل يعيد الاخوان. بس وقررت ان انا استقل عن العمل التنظيمي لحاجه ارحب واوسع بالنسبه لي ان انا اكون باحث وفقط. انت بتتكلم كلنا ليه قررت بصراحه ليه؟ عشان انا عايز اكون مستقل ليه؟ عشان في خلافات وجهات نظر. دي خلافات وجهات نظر. مولود انت لا حتى في كلام انا مع نفسي ليه بس انا على عكس ما يعني انا ما كنت اتولدت لا حد من اهلي المبشرين وانا طبعا جدي الله يرحمه ابو جدي بس حد اهلي المبشرين ما كانش حد اخوان ايه ده انت كانوا متحفظين الحقيقه اهلي ابويا وامي يعني على دخولي انا دخلت اخوان في 2003 وخرجت في 2008 انا جيت كده من الشمال خبطت في الاخوان قعدت شويه ورديت تاني على بس الحقيقه ان انا استفدت يعني اكيد استفدت من فتره وجودي في الاخوان زي ما باخذ عليهم حاجات يعني هم مجموعه من البشر زي بقيه البشر يعني فيهم حاجات كويسه وفيهم حاجات مش كويسه هدفهم اللي بيجتمعوا عليه هدف جيد يمكن في قصور شويه في الرؤى بس في المجمل يعني زي اي وطن بتفق في حاجات دي وبختلف على حاجات ثانيه يعني بنتمي ايه دلوقتي من وجهه نظر اسلاميه بنتمي مش لمدرسه الاخوان بنتمي لمدرسه الازهر اللي هي مش بالضبط مدرسه فكريه مش فكريه. براحتك زمان انا بابايا اصلا كان سنين مامتي مش اخوان لكن بتحمل الفكر الاسلامي بشكل كبير يعني انا بدات ان انا طبعا بما ان انا بابايا في الاخوان بدات ان انا اتعرف عليهم من الصداقات العائليه لكن بدات ان انا اكون اخوان فعلا من وانا في اولى جامعه بدات اتعرف عليهم بشكل قوي بدات ان انا اعمل بس يمكن لحد سنه فاتت موجوده في تنظيم طبعا بعض المشاكل وكده خلاص يعني لان انا عندي طموحات اكتر ان انا مش هقدر كل داخل الاخوان ان انا احققها بالشكل اللي انا اتمناه ليا النقطه الثانيه ان انا عندي مشروع شغاله فيه حابه ان انا اتخرج بشكل ثاني تماما فكان هيبقى صعب ان انا اكون موجوده داخل الاخوان بالاضافه ان انا يعني انا اصلا درست يعني حتى ان انا اشتغل في المجال ده بشكل من الاشكال حاسه ان هو مش هينفع ان انا اكون موجوده في المكان ده وفي نفس الوقت ليه؟ لان انا يعني بشكل من الاشكال يعني هو في الاخر هفضل الاسلاميه لكن مش مضطره ان انا اتبنى وجهه نظر الجماعه في حاجه معينه. لا الجماعه دي ثلاث شروط عشان تكون اي جماعه سواء جماعه الاخوان او غيرها الثقه والطاعه وحاجه كمان مش بناء على ايه؟ بناء على قرار بياخد مجلس الشورى ومجلس الشورى الجماعه او مجلس الشورى الصغير اللي موجود في المناطق فيبقى انا ما اشتغلتش ما كنتش قادره ان انا اتكلم بسبب وجود اي سبب ثاني داخل الاخوان واساسا بجميع القرارات اللي هم بياخدوها فانا مش هكون قادره ان انا كده فعلا مش هكون احمد ممكن يجيبوني تعرف بقى رسمي لا احمد سمير تعرفت على الإسلام وانا ثانوي تعرفت على الإسلام نعم تعرفت على الإسلام هي دي المشكلة
بس دي زي ما كنت اتعرفت على الاخوان، اتعرفت على التنظيم السياسي، انا ما اتعرفتش على الصحاب مش ضغط الفصل النهائي. انا رحت الجامع وما اتكلمناش في السياسه، واللي كان بيكلمني ما كانش قصده ان هو يجدد لي السياسه. احنا كنا في حاجه تفصيل القران والامور بتتكلم على نشر دعوه، اللي هو جزء على فكره وهو الجزء الاهم. فهم الاخوان على ان هم تنظيم سياسي يخليك مش حاجه خالص. الدول اسلام سياسي مش هتفهم في حاجه خالص، مش هتقدر تفهمهم حاجه. ده لسه عنه. بعد كده بعمل في اعمال البر، هي برضه مالهاش علاقه بالاخوان كتنظيم سياسي. انت بتجيب مجموعه ملابس بتعدي بتعمل شبكه تواصل مع ناس معينه، تجيب منهم ملابس او اكل او مش عارف ايه، وتبتدي انت توديه لناس ثانيه. مع الوقت لما دخلت الجامعه بدات امارس، دي كانت اول حاجه امارس فيها السياسه بشكل ما، ان انا بس برضه بتحرك من منظور يعني بعمل ملازم من منظور ثقافتي ومن منظور ان ده عمل دعوي للسياسي يعني. دي نقطه مهمه جدا مش بنتكلم على التنظيم السياسي ولا هم يا عم تنط ينط في كل حاجة كده وبتاع ويقعدوا يجيبوا لي منك تتكلم بقى طيب انا يا عم ولا الناس ولا أي حاجة مش قاوي مش عايز أقول فيه ولا الحقيقة يسيبوهم يبعدوا تخلوهم يعني في حالهم مش دعوة بينا بقى يا اما يصوروا انا واضح ان انا مختلف شويه عن التجربه. انا ماليش دعوة بقى. انا حد طبعه لسه مهتم بالشغل ولو ما كنتش يعني ما كانش بقيت اخوان كنت هبقى ينتهي الكلمه. الحمد لله. ثالثه ثانوي انا كان القرار اللي انا كان احنا دلوقتي غير الروتين، بس واحنا في المدرسه كان في كل التيارات الفكريه والتيارات الاسلاميه المختلفه، مدرسه الهرمون انا في ثالثه ثانوي. فكان ساعتها فكره التجربه مختلفه، دلوقتي ناس اصغر شويه ومفيش التجريب اللي عمل المنظمه، التجربه دي مش موجوده. فانا خدت القرار بناء ان هو التنظيم اكثر تماسكا من وجهه نظري، وانا في ثالثه ثانوي انا رئيس اخوان. دخلت الكلام ده كان 91، دخلت التنظيم بعد يعني قعدت في المحاضره التربويه اللي بنسميها في الاخوان الاسره. دخلت التنظيم سنه 93. اشتغلت في الجامعه وصلت كذا مره. بعد كده اشتغلت شويه في قسم الطلبه، واشتغلت شويه في القسم السياسي، واشتغلت شويه فيما يسمى بالشعب، ودي بقى حاجه ثانيه. وفي الاخوان حتى بقى دي لحظه ان شاء الله على انا قررت في نقطه عايز اقولها مهمه، يعني انا بقول مثلا عملت 95 واشتغلت في الجامعه واشتغلت في 2007 يعني بعد 12 سنه من تعرفي ممارسه. دي قصه ثانيه بقى محتاجه كلام يعني. انت يا عم طلعني يا عم ولا شغال في الجامعه وكنت ماسك في الجامعه وما كنتش ليها علاقه تنظيميه بالجامعه الرسميه. طيب الناس اللي هي الفصل تماما، او الناس اللي هي عماله تحكي صحتها يعني الخبره دي على مستوى شخصي جدا، بما انه الاسرائيليين بيحكوا عن حاجه بتحصل في الجامع، في العيله، حاجه فيها احتواء جوه كائنات اجتماعيه ما هياش بالضروره سياسيه مع ذلك الجامع. خبره البعد اي كان وصل لاي درجه وقعها ايه شخصيا جدا، مؤلمه، سهله، صعبه، مرهقه، تختلف عن العلاقات الاجتماعيه شكلت. احمد ما سبتش بس انت يعني اتفرج عليك مفروض عليك بقول لك ماشي لو مش بما انه الخبرات العائليه كانت او الجامع او الاحتواء جوه كائنات اجتماعيه زي ما انت وصفت، فخبره ان انت تبعد دي وقعها بشخص عامل تاهيليه خبره مؤلمه على مستوى شخصي جدا، هل فيها تاثير على العلاقات الاجتماعيه اللي شفتها في السنوات الطويله مع الجماعه؟ اهداف كل الخمسه مختلفه، منها جزء الدين ومنها اجزاء ثانيه مرتبطه بان انت اصحابك ومعارفك وعلاقاتك الاجتماعيه كلهم اتكونوا داخل شكل معين في وسط المعنى، الشكل مفروض من
من جماعة الإخوان بيمثل أزمة، لأن الأسباب اللي أنت دخلت عليها أنت دخلت ليه؟ يعني أنت دخلت مثلا علشان تلاقي تعمل أعمال بر مش عارف إيه وتجيب حاجات للفقراء ومش عارف الحاجات دي، أنت فقط دخلت علشان الناس يعرفوك على طاعة وتتكلم على الصلاة قيام ليل ومش عارف إيه. غالبا أنت ما دخلتش أصلا للدور سياسية، بالتالي لما تيجي تنفصل علشان الجانب السياسي أنت مختلف معاه، أنت سبت جوانب كتيرة جدا أنت متفق معاه، وأنت مش مختلف حتى مع الفكرة السياسية بالكامل، أنت مختلف ربما مع ممارسات سياسية أو قرارات إدارية أو شيء معين. ده مش بيبقى أكيد الترك والتنظيم بيبقى بيمثل عيب، خصوصا إن هم نشأوا مع الإخوان نقطة، يعني هو بيبقى هو كل علاقاته الاجتماعية قايمة على شيء معين كل حياته، وممارساته مش السياسية، ممارساته الاجتماعية ونشاطه الدعوي والاجتماعي قايم على ارتباطه بالإخوان. طبعا الإخوان تشبيه بالنسبة لي هم نادي اجتماعي كبير ومهم، لأنك تنسلك حتى من التنظيم في المدرسة اللي أنا بقول خالص في المدرسة مهم، إن تكونت فيك صداقات وعلاقات اجتماعية مهمة جدا جدا بالنسبة لي، ولازم إنك تعرف الناس دي، ولازم إن دول أصدقائك بمعنى الصداقة الحميمية، الود، التواصل الاجتماعي. فالامتداد من التنظيم هو أيضا بتخرج معاه نسبة مش قليلة من صداقاتك وحياتك الاجتماعية، إن في جزء مش قليل جوه الإخوان بيعتقد دونما إن يكون ده حاجة مقدسة عنده، لكن هي حاجة ترد عليها كده. أنت لو خرجت من التنظيم وكأنك خرجت من من منظومة بالنسبة له قريبة إلى القداسة يعني. يعني أنت خرجت أكيد أنت وتنت يعني الأخ كتب، فخسرت أكيد علاقات اجتماعية. في دايرة كانت قريبة جدا 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 ما خسرتهاش الحمد لله. الدايرة دي في مجموعتنا كانت طبعا منها معروفة بالثقب الأسود، هم شباب نظامهم النسبة كبيرة منهم هم إخوان، والزعيم بتاعنا محمد الأصلاف. دي دايرة ما خسرتهاش، وإن كان حصل هم شافوا حاجة أنا كتبتها اتضايقوا منها، حصل كلاش ما بيننا. أنا أسود أيام حياتي إن أنا أخسر حد زي محمد الأصلاف أو حد زي إسلام أو حد زي سامح، أسود أيام حياتي ممكن أروح عادي. فهي مؤثر اجتماعي مهم جدا. ممكن يكون مش عشان احنا إخوان، عشان احنا اتقربنا مع بعض، خدنا السن مع بعض، اتبهدلنا، عشنا ظننا ان احنا كنا بنعمل عمل هادف طبعا واصلاحي، كنا معنيين محروقين قوي في قضايا مختلفه في وسط البلد. فلما حد من عندك يعني يبعد عنك او ان هو ياخد منك موقف بتاثر نفسيا جدا يعني. وان كان الحميميه اللي كانت ما بين المجموعه الضيقه دي بالذات، وفي دوائر ثانيه ممكن واحد مش قريب منها لكن الحمد لله عمره ما خسرها ولا عمره هيخسرها يعني، رجعت تاني بسرعه. ان هي حاجه كده، حاجه نفسيه ما اعرفش اوصفها يعني. مروه، وعاوز اسمع اكثر عن الصوت مثلا. انا شخصيا لما بوصل للقرار بتاع انا مشتكل، هل انا بحس ان انا بضحي بحاجه بخسر حاجه؟ عندنا قال ان القرار بالنسبه له صعب، بالنسبه لي القرار كان صعب جدا عليا يعني نفسيا وكل حاجه. يمكن انا حسيت دلوقتي اني بشتغل الإخوان هو الاعمال العامه يعني اللي بيشتغلوها عندنا حتى في بلد بساعدهم بأقصى مجهود ليا، ممكن احطهم حتى كده في الاعمال العامه يعني بسبب ان هو مشكلة اجتماعي بالنسبه لي كان مهم وما زال مهم. يعني انا خايفه جدا ان انا ما اخدش اي علاقات، وانا فعلا ما اخدتش الحمد لله اي علاقات، على عكس العلاقات دي مفيده جدا. خدت حاجه جوه جوايا انا يعني انا لحد دلوقتي زعلانه ومتضايقه ان انا في تنظيم الحجم ده عشان احقق احلامي اللي انا عاوزه اكونها بشكل كبير. مش هقدر اكون في التنظيم بالشكل ده بسبب احباط كتير يعني. هيبقى بالنسبه لي صعب، القرار صعب. انا يمكن قعدت فتره طويله ان انا ما اتواجدش بشكل دائم، كنت موجوده في الاعمال العامه وكده، لكن مش موجوده بشكل دائم في الاسر مثلا او الحمله التربويه. كان بالنسبه لي عندي مشكله كبيره يعني لما حسيت بالفقر. تعرف الشيخ حسن مؤسس هنلاقيه نماذج من مناهج تربويه
ومثل المناهج اللي انا بدرسها هو الاكواد ومش واخد المنهج بس يعني انا دلوقتي معلمين بعدين اقدر اعوض الشخص اللي هو فيه اللي موجود وفي الاخير هم جماعتي معايا لسه استنى عليه ده ياخد منه ستيتمنت حلوة بقى ويطلعوا بالليل في انترفيو شغل بقى وحركات بس لسه عايز يسجل معاه. إبراهيم التجربة كانت قصيرة ما اعرفش هل توقعات المستنيينك بقى عشان بيه يعني عائلة عريضة ليها وقع نفسي خالص كوني دخلت الإخوان متأخر كان له يعني تأثيرات كبيرة منها إنه هي أنا كان عندي يعني دوائري الاجتماعية الأصلية في حياتي ما كانش فيها إخوان ما كانوش جزء رئيسي فيه وبالتالي ده ما كانش في الليل اساسا دوت مهمه دخلت 2003 دوت تحضر علاج وكنت دخلت الاخوان اساسا بالتنظيم السياسي ده اللي قادر على الحشد على الارض في مواجهه القضايا الكبرى المتعلقه بتطوير الامه والحاجات دي كلها. لما خرجت من الحقيقه القرار ما كانش سهل يعني كان في اغنيه هابطه كده بتاعت عمرو دياب اللي هي احب الاكراد علاقتي بالاخوان في اخر سنه على ولا وبعدين لما مسكت الحقيقه طبعا فضل يعني للاسف يعني بمناسبه الدكتور صالح مره كان بيدينا محاضره في معسكر وكان بيتكلم على درجات الأخوة وده واحدة من المحاضرات اللي طلبت منها لأنه كان بيعتبر إنه أعلى درجات الأخوة هي الأخوة في التنظيم والحقيقة أنا ما عرفتش أتقبل الكلام ده وحصل بينا جدل واتطردت من المحاضرة يعني فأنا عمري ما اعتبرت إنه التنظيم هو الحكم في علاقتي بالناس بس للأسف إنه في ناس كان ده الافتراض بينهم ولما خرجت الحقيقة مش هقول نسبة كبيرة بس الناس اللي موقفها اتقلب بحكمة شديدة جدا. في ناس كتير بتقول ايه في الأول عمال تبص لي كده تشوف هو ايه اللي جراله هو عايز ايه بعدين يعني لما مفيش فرق انا ما عنديش حساسية حتى في علاقتي بالاخوان قوي بتعامل معاهم لما بشوف ان التعامل معاهم فيه مصلحة بتكلم معاهم لما بشوف ان الكلام معاهم فيه مصلحة بس زي ما منى بيقول للأسف في ناس بتكذب فعلا انا مش عارف فحد انا على الاقل ما كانش ناس كتير الناس اللي يمكن الناس اللي حواليا اغلبهم سابوا برضه فما حسيتش بالموضوع ده قوي بس في مجموعه من الناس لم تتقبل اطلاقا القرار ودي مجموعه ثانيه اتعاملت معاه بهدوء يعني. طيب يعني انا هبطل الاسئله الشخصيه وهنحكي يعني اخر هنتكلم سياسه اكتر شويه ودي المرحلة ودي المرحلة اللي هندخل فيها الناس معانا قبل بس ما نبدأ الشخصية والخبرة الشخصية جدا في الخاصة إن كان الهوية أو الجماعة أو كذا هل في حد في الحضور عنده أسئلة ليهم أو حد عنده خبرة مشابهة خصوصا مش مع الإخوان مع عاوز يشاركنا فيها بشكل مختصر. عايز اسال ابراهيم سؤال. اتفضل. كنت عايز اسال بس معناها ايه كلمه ان انت سبت الاخوان وانضميت للمؤسسه الازهريه؟ يعني انا مش فاهم يعني انا دلوقتي ممكن او مدرسه الازهريه احنا كلنا سنه وكلنا مسلمين وننتمي في الاخر للازهر. الازهر مدرسه طبعا يعني في دوائر هنا الازهر مدرسه الازهر الرئيسيه المدرسة التراثية التقليدية في الأزهر اللي أنا بنتمي لها هي المدرسة الأكثر رحابة في الحقيقة. المدرسة اللي بتعتمد المذاهب الأربعة كمذاهب متساوية في الصحة بتعتمد مذهب الأشعري والماتريدي كمذهبين متساويين في الصحة اللي بتعتمد التصوف طريقا المدرسة الواسعة الرحبة دي بتاعت الأزهر اللي عاشت الحقيقة حوالي 10 قرون قبل أن تدخل على مصر طيارات وافدة ليست أصلا أصيلة ليست أصيلة ولا مصريا ولا دينيا وشوهت الحقيقة الصورة الحضارية والطيارات دي كان لها تأثير الحقيقة كان لها تأثير على الإخوان هي مش طيار الإخوان الرئيسي ومش طيار الإخوان اللي أسست عليه لكن كان لها تأثير على الإخوان بسبب ظروف اجتماعية زي ما كان في مدارس ثانية كان لها تأثير على الإخوان زي المدرسة الطبية بسبب ظروف اجتماعية أخرى. المدرسة اللي أنا بنتهي لها هي المدرسة التراثية المذهبية التقليدية في الأزهر
كمدرسة فكرية كمان بتبني طريقة تفكير وتطورات صغيرة زي ما قلت قبل كده في الأول خالص إنها بتوازن بين دوائر الانتماء. يعني لو قارنا الكلام اللي أنا قلته على العلماء بتاع دوائر الانتماء اللي هو ترتب دوائر الانتماء المختلفة وقارنته بالأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله مثلا لما بيقول في المعالم أنه لا جنسية للمسلم إلا دينه. فهتلاقي إنه في يعني هو مضطر تناقض هنا مش حاصل عند المدرسة الأزهرية. نفس المسألة في المسألة السلفية. كل هذه المدارس أكثر صلابة في مواقفها لأنه يعني أنا أعتبرها على أقل عمقا بصدور حاجات ما ينفعش تتقال في 140 كاركتر يعني. اتقالت في أقل من 5 ثواني. الأول احنا يعني مش هينفع نفرع التفريعة بتاعت الكلام عن المدرسة الأزهرية تماما، فاللي هو عاوز يعقب على ده ويسأل على ده كده لازم يصطاد إبراهيم بعد. واحنا مين اللي عنده أسئلة؟ مين اللي كان رافع ايده قبل؟ عايزة أسأل بس يعني معنى كلامك يا إبراهيم لما اعترضت على ندوة في قصة صالح يعترض عليهم يعني مش حق أو يعني تمرد على حق صالح يبقى وصير ويما إن هو يتفق على الجماعة الحقيقة لا وأنا ما كنتش مؤدب قوي في اعتراضي وما كنتش مديله فرصة أكمل المحاضرة لأن كنت مقاطع في النقطة دي ومصر إن إحنا هنحسبها قبل ما نكمل. فيعني وأنا برضه يعني أنا أصلا حد ومقاطع من كده كنت أكثر حدة من كده كمان. مش مشكلة اعتراض في الجماعة؟ طبعا اتفضل. وبس تعقيب بس صحيح تعقيب على سؤالين حكاية إن هو أساسا حد يتصل صالح رفض هي كلمة أساسا مش على كنا بنسمع على أغلب الناس الكبيرة في مصر ده أول حاجة. بالنسبة للميديا دي بالنسبة للأستاذة أروى بالنسبة للميديا هي تتعارض مع عملها كواحدة إسلامية. بالنسبة للميديا في كثير مدعين يعني عندهم انتماء شفاف عندهم انتماء شفاف لازم ان هي الاستقلالية يعني مفيش تعارض ما بين المهنة أنا بتكلم على شركة الجزء السياسي تحديدا يعني أنا هو في مساحة كبيرة جدا من الحدود في موضوع مصر راحت في العالم. أنا عايزة أقول إن أنا في الجامعة طلع علم في وجود مساحة كبيرة جدا من الاعتراض والاحتواء كمان بشكل صادق. لكن أنا بشكل سياسي لو هم أخذوا حاجة موقف سياسي أنا مش مقتنعة بيه. لو حصل موقف وأنا شايفة إن المفروض واجب أي إعلامي مختلف إن هو هيتكلم في النقطة دي وما ينفعش الحاجة كده تحصل. أنا بقول داخل الجماعة أنا يعني عشان مش هقدر أعمل كده. يعني أنا مش يعني ضميري هقول طب أنا موجودة داخل الجماعة ولا المفروض إن أنا أقول إن أنا يعني مقتنعة بيه. غالبا أنا هقول إن أنا مقتنعة بيه. فهيعمل لي مشاكل كتير بشكل أنا يعني عايزة مثلا في مثلا موضوع صالح يرى ان مثلا دوت موجود في المنهج مع الاسلام. بالتالي وانا بطلع بقول الكلام ده الجماعه عباره عن مثلا اللي كانوا نازلين يوم انا رحت يعني مثلا اللي كانوا نازلين يوم مش عارف اما كذا اما كذا ده الكلام بالنسبه لي مرفوض. فانا بقى يعني بعبر عن هذه الاراء بوضوح او بشفافيه غريبه يعني بقول الكلام ده في ارائي بشكل على تويتر على فيسبوك وعلى شكل. في المشكله بتظهر عند اللي هو مش شغال في مجال الصحافه او الاعلام فمتصور ان انت دورك بيكون ان انت ما يتهاجم على الجماعه ان انت تدافع وان انت توضح الصوره وان انت مش عارف ايه. انا مش شايف ان ده دوري. ببتدي مش بتكلم هنا على قياده تنظيميه رافضه ومش عارف ايه لا بس هنا في مجموعات بشريه متصوره ان يعني في فكر متخيل ان انت معنى الانتماء ان انت لسه موافق على كل حاجه وتدافع عننا ضد الجنون. فهي بتظهر دايما مشاكل بين اي حد بيشتغل في العمل العام وبين اي تنظيم. فنشر الموضوع ده. طيب الناس دي مش بتبقى شباب اصلا؟ قصدي شباب يعني شباب الاخوان اللي احنا كنا بنتكلم عليه مش عارف وظن كل شباب الاخوان ولا في شباب الاخوان مش قابلين ايه هي ظاهره شباب الاخوان اللي احنا بنتكلم عليها هل هي حقيقيه؟ ببساطه اللي بتتكلموا عليه هو مجموعات بعد ما دخلت الاخوان مارست عمل سياسي سواء في الجامعه او في النقابات او في القبائل تكتشف حقيقه مبهره ان مفيش فكره
العلمانيين دي اللي هو العلمانيين الذين يؤمنون مش عارف ايه الكلام دوت الكلام ده موجود كله على فكره زي انت بتيجي تتعامل معاه تكتشف ان هذا الفتى المتشدد اللي هو مش عارف يعني كل الكلام ده سافر يعني فلما بنبتدي نتعامل مع بعض سياسه او في عمل سياسي بجد بنبتدي نكتشف بعض. لكن اللي هم في العمل يعني اللي هو الاسلامي اللي هو العضو جماعه الاخوان اللي هو في العمل التربوي او في العمل هو متخيل برضه نفس القناعات زي اللي هو برضه المثقف اليساري اللي هو برضه مقتنع بحاجات معينه ثم هو مش نازل على الارض ومش بيتحرك مع نفس الارض القناعات موجوده. فاللي هو المجموعه دي مش هيبقى الاخوان ومجموعه بس عشان كنت حجمها هي الاعلام بيعمل قطاعات كتير على حدها يعني لازم يبقى في مكتشفين. المدونين لما كانت موجة في 2006 و2007 المؤسس شباب الاخوان المدونين هم شباب الاخوان المدونين الاصلاحيين كل التركيبه خطأ. في شباب من الاخوان مش اصلاحيين لكن ناس محترمه وكل حاجه بس مش اصلاحيين. في ناس من الاخوان كبار في السن سنهم كبير ولكنهم افكارهم معتدله واصلاحيه. هي زي برضه ما فكره انا من الناس اللي تعترض فكره ان ثوره الشباب هي التركيب الجيلي او السني مش صحيح في كل اللي بيتقال. في اشخاص في قطاعات في تيار في حد جماعه الاخوان المسلمين عندهم قناعات باللي انتم شايفينها قريبه من قناعات شباب الاخوان اللي هم يعرفوا يكتبوا على تويتر ويكتبوا على فيسبوك يعني ستايل حياتهم اكثر حداثه من الناس اللي هي كبيره عندها 40 سنه و50 سنه و60 سنه و90 سنه. فلو قعدت مع حد انا اعرفه هم قليلين لو الراجل ده عنده 90 سنه يعني كده قليل يعني بس هتجد ان هو ده هو الشباب الاخوان. فالتقسيم الجيلي والسني انا مش متقبله تماما وقول دي فقاعات اعلاميه صح بتفسر ان هو قال في من الناس قال لك ده جيل الاخوان المسلمين مش عارف المعتدلين ده جيل الاخوان المتزمتين بصوا وشيلوا التيارات والسن. انا عندي حاجه في كلمه شباب الاخوان هو يعني انا بشوف الاختلافات اللي موجوده بينهم هو نتيجه للفوارق بشكل ما اجتماعي. الاخوان فيها ناس بيسمح بحاجات معينه وفي ناس وضعهم لا يمكن يعني بشكل ما انا بعتقد ان انا انا بشوف ان هي مؤثر كتير جدا زي ما هي مؤثر على اي شخص تاني. يعني من ضمن الحاجات اللي اثرت كتير جدا ان انا مثلا ممكن ان انا اخلي يعني تقولي ان انا بسافر بحضر مؤتمرات كده فخبره السفر وخبره التعامل مع اشخاص من جنسيات مختلفه بتفرق كتير بشكل كبير يعني على الناس اللي موجوده. طبعا حاجات برضه انك تروح تحضر مصور انك تتكلم مع ده وتتكلم مع ده ده بيفرق. فكره وجود شباب الاخوان زي ما عندنا الناس برضه ان هو بيزودوها قوي الثقافه ده حقيقي. يعني انا بحس احيانا ان انا لما بسمع من صوت ما اعرفش عن الكلام ده قوي فممكن في يوم 3-4 سنين تطلع عايزين يعملوا لقاء لان هم يعني مفيش نماذج بشكل ده المفروض ان الاخوان يعملوه ان هم يوصلوا نماذج كتير وده اعتقد ان شغال ان شاء الله الفتره دي ان يكون في نماذج كتير تطلق تقدمها للمجتمع تقدم في صوت عالي انا صوتي عالي على فكره حد بيشتكي من صوتي انا ازاي ورا عالي صوت كلام فكره انا الفكره اللي عاملها انه ما ينفعش نعتبر المساله او الخلاف في الاخوان في التوجهات مساله مرتبطه بالجيل فقط ولكن الجيل عنصر مش بسيط فيها لاسباب موضوعيه جدا هي ان احنا عندنا مش في الاخوان عندنا في التيارات السياسيه المصريه كلها قيادات مارست العمل السياسي في مناخ من القمع لمده طويله جدا وبالتالي يصعب عليهم في اذهانهم تجاوز المرحله دي وانهم يتعاملوا مع مرحله جديده قواعدها مختلفه. فده يعني عنصر الجيل هنا مهم. لكن انا برضه شايف انه ما ينفعش نقصه يعني دي مش اداه تحليل كافيه. لازم يكون في حاجات ثانيه وصلها يمكن اهمها في نظري المدرسه الفكريه اللي الشخص اصلا بينتمي لها والاخوان فيهم 4 مدارس. في مدرسه الاستاذ البنا اللي هي مدرسه مش رئيسي في الازهر بس مدرسه موجوده في الازهر. في المدرسه القطبيه في المدرسه السلفيه وفي المدرسه الازهريه. ده حاجه وده عنصر مهم. العنصر الثاني خط الانتاج التنظيمي نفسه لانه اي تنظيم في الدنيا علشان يستمر بيقوم على خط انتاج يعني عشان يعرف ينتج اكبر عدد من الكوادر
فخط الانتاج الاخواني في الحقيقه يعني ان هو يعني فيه عنصر جغرافي مهم يعني هنلاقي انه انا مش عارف اقول اسامي محافظات بعينها والتوجهات اللي فيها عشان ما نزعلش حد، بس يعني في محافظتين مثلا ياخدوا بعدين الطابع القطبي، وكل اللي طالعين منهم قطبيين يعني زي ما الكتاب بيقول قطبيين اصلي يعني ناس الختم، وفي محافظه ثانيه سلفيه بشكل واضح جدا وهكذا. يعني قصدي اللي يبص في تنويع جغرافيه وفي تنويع سنيه وفي زي ما كانت في تنويع اجتماعيه، في اسباب كتيره جدا. انا كنت مقتنع ان الموضوع ده تقريبا 48 سنه تقريبا البعيد ده طبعا كنت مختلف عن فكره الحاجه اربع دول، لكن هي الفكره الاساسيه انا طبعا ضد التقسيم على معيار جيلي او عمري. هو منهجين هم ممكن يعني الصحافه بتسميهم محافظين، لكن هو في انا اعرف ناس عندهم 50 و60 سنين ما عندهمش اي مشكله، بالعكس بيدافعوا. انا ساعات ببقى في موضع اللي بقى فيهم، ولو اي حد يعمل تحليل محتوى للتعليقات على الفيسبوك مثلا الشتيمه اللي بشتمها لما كنت حاجه اكتب مثلا، فتلاقي ناس عندها 18. يعني انا في واحد عنده 18 سنه احترامي الشديد ليه، بس كان بيقول لي هو انت اكيد مش اخوان ادام كتبت كده، وانت بقى 20 سنه يعني قد عمره في الاخوان يعني فهي الفكره الجديد ده الحقيقه تقسيم على وسط العمر مش حاجه علميه. الحاجه الثانيه بقى يعني عشان نفضل فيها 40 ثانيه، فكره شباب الاخوان اللي عارفينهم بنحبهم وعاملين فيهم خير واللي اتعاملنا معاهم، انا في وجهه نظري وطبعا مشكله عند الطرفين ان عشان دول اللي اتعاملنا معاهم مش بالضروره اللي ما تعاملناش معاهم هم. يعني انا جاي لكم انا بقالي 3 ايام كورش عن المواطنه، الموضوع يعني مسلمين ومسيحيين كده بتكلم، فقمت اتكلمت عن يعني عرفت نفسي ان انا من الاخوان واتكلمت، فالناس كلها ردت ايه ده انت افكارك زي افكارنا، وقلت لهم انا مش بطلع عرض المناخير احنا زي بعضين في كده نفس التعليم. انا مش بطلع يعني ودعوني او اتكلم في الندوه عن انتخابات 2005 يعني، في الاخر كانت على هي الفكره يا جماعه ان احنا طول ما احنا بعيد مش بنتعامل مع بعض. انا شايف ان اليساريين دول مش عارف العاملين ازاي، وانتم شايفين الاخوان متشددين. وانا طبعا اتحط شويه عن اكثر حاجه اكتب بيها عن فكره المدرسه القطبيه دي، لان او لو هنطلقها نبقى متفقين ايه دلالات كلمه المدرسه القطبيه، لان هي تحمل دلالات كتير يعني في قطبيين هم شايفين ان لازم يبقى يعني بيكفروا وبيستخدموا العنف، فاكيد ما اظنش ان ده يقصدوا مثلا الرئيس. لا انا دي بس اشاره عشان بعد كده ممكن نبقى نشير يعني نقص طيب يعني انت قدمت الطرح بتاع الصحيين والمحافظين ده، بس انا حاسس انه جزء من الخلاف اللي احنا ساعات بنقراه على انه دي ما هوش مرتبط بالمدارس الفكريه قد ما هو مرتبط باداء قانوني. يعني مثلا برضه يعني شخصيتي المفضله الثانيه في الاخوان الدكتور عصام الغرياني برضه كبير، ده محسوب من الاصلاحيين ما هوش من المحافظين. لا ما هوش محتاجة عادة مراجعة، محتاجة عادة مراجعة. يعني فكرة إصلاحيين ومحافظين نفسها محتاجة عادة مراجعة. إحنا شفنا أسامي إحنا نفسنا كنا منبهرين بيها كشباب بقى اللي هو معجب بالفكرة ديت، وصدمنا فيهم صدمة يعني صدمة حضارية يعني. بس ده يرجع للموقف التنظيمي. يبدو إن نفس الشيء اولا عند كل التنظيمات، عند كل الاحزاب، عند مبارك. يبدو ان الكرسي في القيادة كل شيء له بريق بشكل مختلف وله طابع بشكل مختلف، فتتنحى عنه الصفات بقى اللي احنا بعض احنا صحفيين استخدمناها وكنا عايزين نستخدمها في فترة من الفترات. كنا احنا عايزين نقسم الاخوان، حاسين ان عمنا محمود ده قريب مننا فتعالى نقول عليه ان هو اصلاحي، حاسين ان سامح مش قريب مننا فعايزين نقول عليه ان هو محافظ. هي التقسيمه بشكل كبير جدا لا هي علميه ولا كانت مبنيه على دراسه وبحث عميق، وانا واقع في الفخ ده كتير، وانا قعدت كتبت كتير جدا جدا الاصلاحيين والمحافظين وانا غلطان جدا في اللي انا عملته. فالتقسيمه ما هياش علميه، محتاجه ناس تحقيق تقعد تبحث بشكل اكتر، ويكون الضغط السياسي نفسه يسمح ان انت تشوف الناس بالشفافيه الكافيه. انا اقدر دلوقتي ممكن لو في عملت بحث جيد اقدر اعيش خطاب عصام العريان وخالد الشاطر اللي انا كنت في وقت من الاوقات كنت شايف ان هم انبياء. طيب شيء سمير انا بس هو بعد بعدين بنعم كان بيقول ان هو طبعا اخوان ولكن ما زال مستمر في فكرهم. هل ينفع تستمر فكره الاخوان من غير جماعه؟
ازاي يعملها دي؟ يعني ولا هو ناوي يعمل معاها كده مخططة بنفس الفكر كتير من الاخوان بلاش شباب الاخوان يعني الاخوان عاجبهم التنظيم وعاجبهم افكار القيادات. طيب لو نفكر هيعمل ايه؟ ازاي الاخوان من غير كلام؟ يعني السؤال فالحل ده بعدين الناس المستقبلي الوظيفي اللي هو يعني هل ممكن نتخيل نستخدم ايه مجموعه الافكار اللي الناس ممكن تعبر عنها خارج الاطار القديم. انا عاوز اسمع منهم الاول عن الافكار معلش انا هسمع تاني كمان ويعني بسرعه كده عاوزين بصراحة الفرح الإسلامي كله على بعضه كده بطريقة غامضة جدا. الأسباب اللي انتوا قلتوها إن هو جانب مني كذب جانب منه عن الهوية وجانب منه الكتاب اللي جايبينه في الصورة يعقوب ده بيتوب ايه الرؤية وفي ناس ما بيشتريش عنهم شنو الراجل يقدر يتخانق معاهم يفترضوا ان الرؤية اكيد هي كذا ويحصل في الموضوع طبيعي حاصل دلوقتي وفي ناس ثانيه مجرد الموضوع غلط وخلاص. فانا يعني طرح الاسلامي بشكل فكري او فلسفي او سياسي او تنظيمي فيما يخص مثلا حاجه زي العقد الاجتماعي ما يخص العقد الاجتماعي الاقتصاد العداله الاجتماعيه الاقتصاد علاقه الدوله السلطه او تنظيم القضيه انا تصوري انه تاني الاسلام مش ايديولوجي. الاسلام اطار حضاري عام ومجموعه من القواعد المنظمه لمجالات الحياه المختلفه. فلو جيت ابص على مثلا المجال الاقتصادي هلاقي ان عندي مجموعه من القواعد الحاكمه زي تجريم الاحتكار وتجريم الربا وفرض الزكاه. وهنا عندي مجموعه من الحاجات المفروضه او المقاصد الرئيسيه زي مثلا محاربه الفقر. المفروض ان انا كواحد مسلم زي حتى هنا في المجتمع بشتغل في اطار القواعد الانسانيه. يعني الكلام اللي بقوله ده ممكن كله يتحط في اطار قواعد انسانيه اعم بس انا ملتزم بضوابط الشرع فيها زي تجريم الربا مثلا لتطوير مشروع اقتصادي. بتصوري الشخصي ان المشروع ده عشان كده انا بقول انا اتجاهي الاساسي لان المشروع هنا الحضاري اللي بيعبر عن الخارج من القضيه الانسانيه مش مشروع فردي. مشروع ياتي متعلق بالمجتمع اكثر من تعلقه بالفرد. ودي تظهر في اجزاء كثيره جدا من الشرع من استقراء من نصوص الشرع بشكل عام انه المشروع الفردي بالمعنى الغربي لكلمه الفرديه دي ما هواش الحقيقه متسق في جوهره الحضاري مع التطورات الانسانيه. وفكره العداله الاجتماعيه هي فكره رئيسيه. حتى الاستاذ سيد قطب في كتاباته المتقدمه قبل ما يحدث التطورات الفكريه اللي انتجها القمع اللي تعرض له كان بيكتب في مسائل من هذا النوع وعنده كتاب العداله الاجتماعيه في الاسلام الى اخره. فانا اميل بشكل كبير لتصور يساري يأخذ في الاعتبار مجموعة من الضوابط الشرعية اللي منها تجريم الربا ومنها تجريم الاحتكار ومنها فرض الزكاة. يلا نتعرف. لا حتى عنده حاجة كده في العقد الاجتماعي هو ايه مشكلة اصلا السيارات مع هو يعني انا عندي فكرة هو ايه مشكلة باقي السيارات السياسية كلها مع الاخوان هو مع السيارة الاسلامي السياسي عموما والسيارة الاسلامي الخطر الاسلامي. هو الفكرة ان بالنسبة لهم الدين مستقبل كبير لكن الاسلام زي ما انا قلت هو اكبر من الدين. فلما تيجي تتعامل معاهم مش فاهم جوهر الحاجة اللي هو بيتكلم فيها ده. وهو بيطلب انه تفصل الفروس مثلا عن هذا. وده اللي حصل لما تم ضغط الدين او تم وضع الدين لسه تحت كده لما بقى شكل القاضي والتعليم والكلام ده كله حصل تخلف لان الروح الحاكمه الروح الحاكمه للاسلام اصلا تم خلقها في ان الاسلام ما عادش جوهر كامل لكن تم خلقه. فدي مشكله ان احنا بنحاول ان ترجع الجوهر زي ما هو من الدين. وهو بقى لو هو الاسلام اكبر من مجرد عادة كده ان
هو في طرح للعقد الاجتماعي الاقتصادي ايه هو الطرح ده؟ في طرح انا ممكن ما اتكلمش عليه لان انا ماليش خبره فيه، لكن هتكلم على نموذج من النماذج من السيره. سيدنا ابو ذر الغفاري لما نثني على اطراف المدينه، هو كان له نظره ان النظره الاشتراكيه ممكن نسميها دلوقتي ان الاغنياء المفروض يتاخد من اموالهم ويوصل للفقراء. تمام، يأخذ جميع الاموال تقريبا ده على عهد سيدنا عمر او على عهد سيدنا ابو بكر. انا مش فاكره القصه بالظبط، لكن على عهد احد اول الخلفاء الراشدين الاثنين الاولانيين، واحد فيهم قرر ان هو يترك زي ما ممكن نطلق عليهم دلوقتي رجال الاعمال او الناس اللي يجيبوا ثروات ان هم يكسبوا فيها براحتهم. ابو ذر الغفاري كان ليه راي ثاني اقتصادي انه ما ينفعش انك تعمل كده، لازم تاخد من اموالهم وتسيبهم ما يكفيهم فقط. وعلى هذا الاساس كان حد طرفه جدا، كان عنده ثوريه اشتراكيه، لما ادى ان هو لا يعني هو عموم الناس ما كانتش متقبله رايه، فتم نفيه على حدود المدينه. فوجود الاراء الاقتصاديه المتنوعه ده موجود، لانك كان بيترك الحريه في انك تحدد ما يتناسب معاك كدوله بشكل. المهم انك تلتزم بالضوابط الاساسيه او الاطار التخطيط. طيب هو بعيد اشمعنى منها بعيدا عن التنظيم الفكره المشروع الاقتصادي، انا ما بعرفش عن المشاريع الاقتصاديه، لكن انا مقتنع بناء على خلفيتي اللي الناس بتوصفها ما بين تنظيم الاسلاميين ان وجد مصلحه الامه فثبت شرع الله. لما الناس تجتمع يا جماعه خالص، واللي لازم يتكلم يخرج طيب لما الناس تجتمع على حاجة هتفيد المجتمع بشكل معين بما لا يخالف يعني الضوابط اللي قالها ابراهيم بالفعل، انا شايف ان هي تمثل مشروع اقتصادي، تمثل مشروع اجتماعي، تمثل مشروع ثقافي. تعالوا احنا نتفق على حاجة فيها قيمة إنسانية. القيمة الإنسانية في حد ذاتها هي حالة أعلى من الفكر. مش هتختلف مع دين ولا هتختلف مع حاجة، هي جزء من تفكيرتك العقلية يعني. طيب اول حاجه موضوع الاقتصاد، انت عشان نتكلم في الاقتصاد يعني مش حاجه توسع فكري، بمعنى ان انا اطرح طرح وانت تطرح طرح نقعد نتخانق عليه لغايه ما نوصل لحاجه. انا مع الضرايب السعوديه شايف الضرايب بشكل مختلف. احنا اصلا يعني هذا الطرح اصلا مش مطروح لا عند الاسلاميين ولا عند غيرهم. ليه؟ لان انت بتتكلم عن الهويه. احنا خلاص متفرغين لموضوع الهويه، متفرغين للموضوع ده. انت مصر على ان انت بتخلص دين الدوله، انا مصر على مش عارف ايه، كله كلام مرتبط بحتى الايديولوجيا، مش مرتبط باجراءات سياسيه معينه. يعني الكلام كله وهمي ملوش اي دلالات حسيه. يعني في الاخر احنا عايزين نوصل لايه؟ بس احنا نلاقي ما اقول لك ما هو الاسلامي معناه ان في اجابات على الاسئله زي دي ولا لا؟ اما تبتدي تنتهي هذه الموضوع بتتكلم بس اجراءات سياسيه، نعمل ايه بقى؟ هنبتدي الكلام ده يتصلح مع الكلام ده. كل التيارات السياسيه على فكره في مصر عمليا ما فيش غير برنامج واحد اللي هو برنامج حزب الناس، هو بيتم تداول باشكال مختلفه يعني. لكن في النهايه الطرح السياسي عمره ما هيحصل من خلال تدافع، من خلال ان فلان يطبق سياسه والناس تفقدها لانها كذا. ده مش هيحصل في برامج. يعني مش هاجي اقول لك ان الاسلام يقدم كذا وكذا وحزب مش عارف العمال الديمقراطي يقدم كذا. كل الكلام ده كلام وهمي ملوش اي ارضيه. لازم الناس تلاقي سياسه تشتغل سياسه تتخانق على الكلام دوت من خلال انتخابات، من خلال حركه على الارض. مش النظري مش عقليه. في النظري اللي هو زي ما قال في النظري هتلاقي اللي قالوا ابراهيم في مجموعه قواعد حاكمه تتكلم على منع الاشتراك، على منع الربا، على اللي هي دي القواعد الحاكمه. لكن بعد كده تشتغل الكلام ده محتاج نقاش حقيقي. انا استمتع. انا بقول الصحيح والمحقق بقول حفظ الكلام مش مع في النقطه دي. انا عايز اقول مثال تطبيقي مش اقتصادي، بس هو هيلقي ضوء على سؤال عليه. الاسلام بيضع قواعد كليه في كل مجال احنا بنتحرك فيه. الاسلام فيه في الفقه ما يزيد اللي هو يشمل ده ما يزيد عن المليون مساله فقهيه فيهم اجماع يقل قليلا عن 1000 مساله من فوق المليون. معنى كده ان احنا كلنا نقدر ناخد اي راي من الاراء المختلفه